عندي جلسة قدام القاضي وأول مرة أحضر وقلقان جدا ومتوتر ومش عارف أعمل إيه. تعال أقولك إزاي تقدر تقف قدام القاضي وتثبت نفسك كويس جدا في 5 خطوات بس. أول وأهم حاجة هو إن أنت يبقى عندك ثقة بنفسك، وتاني حاجة هو إثبات حضورك قدام القاضي، وتالت حاجة إن صوتك يكون كويس، يعني ما تخشش والله ما عمل حاجة ولا تقول يا ريس انا النهارده جاي اترافع عن الراجل المظلوم، لا دي ولا دي. خلي صوتك واضح بحيث ان القاضي يسمعه وما تضايقش منه، ولا يتضايق من ان هو عالي ولا يتضايق من ان هو واطي. رابع حاجه هو ان انت تبدا في مرافعتك بالنقط المهمه اللي عايز تلفت انتباه القاضي ليها. وخامس حاجه واخر حاجه هو ان انت تراقب كويس جدا تعبيراتك وانفعالاتك بالنسبه للقاضي، وتعبيرات وانفعالات القاضي والمنصه بالنسبه لي. ولو مشيت على كده ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتخرج من الجلسه حاسس ان انت عملت اللي عليك. ربنا يوفقكم جميعا، ولو حد عنده اي استفسار يكتبه في الكومنت وانا ان شاء الله اقدر افيدكم واساعدكم في اي حاجه هتطلبوها.